لم تعد الساحات في محافظة حضرموت ساحلا وواديا وهضبة مجرد مساحات للتجمع، بل تحولت إلى مراكز قرار مفتوحة يعلن فيها أبناء حضرموت أنهم شرعية هذه الأرض وأصحاب القرار الفصل. ساحات تختبر فيها موازين القوة بين إرادة الشعوب ومحاولات الالتفاف عليها. في المكلا كما في سيئون لم تكن الحشود مجرد أرقام، بل ميزان قوة تفرض من خلالها القرارات على الأرض. فشعب الجنوب العربي يخط اليوم تاريخه بيديه، مؤكدا أن مصير الشعوب والدول لا تقرر بالبيانات والخطابات الإعلامية، بل بالإجماع الشعبي، ومن على جغرافيا الأرض لا من على الخرائط المعلقة على الجدران. وأن الشرعية التي تعمد بالدم أصدق من تلك التي تمنح بالصفقات، وهو ما أثبتته حشود أبناء حضرموت المهيبة في سيئون والمكلا، التي لم تكن حدثا عابرا بل علامة انتقال من مراحل المطالبة إلى فرض القرار، ومن خطابات الحق إلى مرحلة الحسم. اصطفاف أبناء حضرموت في مليونيات سيئون والمكلا أسقطت كل محاولات الوصاية والإلحاق، ووجهت رسالة حاسمة بدعمها الكامل لبقاء القوات الجنوبية والنخبة الحضرمية لمكافحة الإرهاب وتأمين حضرموت. فالتقاء الساحل بالوادي أسقط فرضية الانقسام، وأثبت اصطفاف أبناء المحافظة الاستراتيجية خلف الرئيس الزبيدي، وهي رسالة أكدت مجددا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستند إلى شرعية متراكمة صنعها شعب الجنوب العربي من الساحات والتضحيات. رسائل سيئون والمكلا تجاوزت لغة المطالب إلى لغة الوقائع، فحق تقرير المصير لم يعد اليوم خطابا قانونيا مؤجلا، وقضية شعب الجنوب لم تكن يوما ملف قضية حقوقية في محكمة ابتدائية، بل حقيقة سياسية وواقع دولة ذات سيادة لشعب يمتلك الإرادة ويملك أدواتها، شعب يتقدم نحو إعلان دولته وإعادة رسم حدودها التاريخية المتعارف عليها، دولة الجنوب العربي.